مساء الخير، صباح الخير يا برج الأسد. توقعات برج الأسد المهنية والعاطفية لشهر يوليوز 2025. أوكي، نقلب هنا باش تسمعوا صوتي. أوكي، بداية زوينة. الله العظيم إياكم والغرباء أن ينصبوا عليكم. برج الأسد، أنا كيبان ليا مهنيا عندكم دعم، يعني غتجيكم عقود، توقيع عقود عاطلة العمل، في فرصة أنكم توقعوا شي عقد عملي. أوكي، أيضا ماشي غير هكا، كاينة فرصة للسفر. أوكي، فرصة لتغيير العمل، طلب ترقية، بداية شوفوا هنا كتعرض، ولكن لما كنقول النصف الثاني دخلت فيها عطارد صراحة، يعني دخلت عطارد هنا. مهما كتبان لي الامور غتبان لي زوينه في اواخر النصف الثاني، ولكن النصف الثاني عطارد داخل. مهما تكون الامور متراجع، مهما تكون الامور جايه غتنقلب عليكم، فبالتالي خلينا النصف الاول. النصف الاول كيبان لي امور مزيانه. ربما بعضكم غيطور شي مشروع. انا كنتمنى استفدوا في النصف الاول من الشهر من اي فرصه غتجيكم، استفدوا منها في النصف الاول من الشهر. اوكي، لانه علاش؟ لان حيت بدا تراجع عطارد، شفتو هنا وشفتوها تجي في الاخر كاع جات مقلوبه هنا. واخا الفرحه ربما، واخا تجي الفرحه غتجي نقولوا لقاءات او فرحه عمليه، وان في الاخر غتنقلب عليكم. علاش؟ انا عطارد، انتبهوا. فالمهم هنا النصف الثاني ربما تكون عندكم بعض التعطيلات، بعض المماطلات، ربما سوء تفاهم بينكم وبين الزملاء، الكلمات غير مقصوده من هنا وتلطيش كلام. فهو عطارد، يعني اي من الحبه كيدير قبه، يعني من اشياء بسيطه تعمل بلبله. غير فقط هنا كونوا عقلانيين وتحذير. ما تبداوش شي عمل جديد في هذه الفتره من 18 لا. فاش غنقول لكم، عملكم الحالي لا تتركوه. من عنده عمل حالي انا لا انصحكم انكم تفكروا بتتركوا العمل الحالي، ربما بعد ذلك قد تندمون عليه. فما تسرعوش. لا. ف يعني علاش متى غتندموا عليه؟ لما عطارد يرجع بحركه اماميه تقريبا نهار 12 غشت، تقولوا يا ليتنا ما تركنا هذا العمل، يا ليتنا ما تشاجرنا، يا ريتنا ما تركنا الحبيب، يا ريتنا ما تسرعنا. ستندمون على امور لان غتكونوا من غير وعي، فهمتوني؟ لان هكذا عطارد يشوش، تقول يا ريتنا ما وقعنا هذاك العقد، اين كنا حتى عملنا كذا. هل فهمتم؟ شفتوا القصد في اين هو؟ لكن المهم في بدايه النصف الاول يعني كتبان لي الامور عندكم دعم مهني. وربما يدعمكم شخص في علاقات نافذه، اشخاص نافذين سيدعمونكم ان شاء الله. غتلقاو مساعدات من شي اصدقاء، مساعده من اجل ان تحققوا واحده امنيه ماليه كنتم تنتظرونها. ولكن غتزاد ايضا المصاريف، اعباء. ربما مصاريف تتجاوز، مثلا انتم دخلكم مثلا $1000 مثلا دخلكم $1000، يعني المصاريف ستكون $2000 مثلا. انا كيما حتى مثال وصافي. فغتكون شتو المصاريف غتكون اكثر من دخلكم. فنتمنى تكون شويه ضروري، ما غنقول ديروا التقشف، ولكن ابتعدوا عن التبذير يا اسود. اوكي. وما تثقوش بالاصدقاء لما يقول لكم خلينا نعمل تجاره ماليه. اي استثمار غير مدروس سينقلكم الى الهاويه، فهمتوني؟ يعني فهاويه، انتبهوا لهذا الامر. اوكي، وما تعطوش اموالكم لاي احد، لا تقرضوا اي احد، خاصه النصف الثاني من الشهر. فتاكدوا انكم ما غاديش هذه الاموال لن ترجع لكم. اذا اقرضتم اموال اشخاص وساعدتهم فلن ترجع لكم. لكن في النصف الاول كيبان اشخاص يدعموكم، سواء اخوه سواء اصدقاء. لكن احذروا ان توقف شي مشاكل قانونيه، احذروا انه يتم النصب عليكم من طرف غرباء. فهمتوني؟ رانا انتم معرضين للنصب والاحتيال من طرف غرباء، العلم عند الله هنا. فقط انتبهوا. نشوفوا الامور العاطفيه.
الأمور العاطفية يا برج الأسد. عندك لقاءات كتيرة، كثرة اللقاءات، كثرة الاتصالات، عندك رغبة في أنك تلتقي بالناس. أوكي. فرص لعلاقة عاطفية مؤكدة، كاتبه لي في هنا وكاتبه لي في هنا وكاتبه لي في هنا، يعني في اغلب يعني شتو يعني عندك فرص ان تكون عندك لقاءات عاطفيه قويه. شنو نقول لك، علاقات رومانسيه مع الاصدقاء، حتى صديق يتحول الى حبيب. لقاء بالمحبين. فرص ارتباط وخطوبه جد 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 قويه. غتكون عندكم ان شاء الله فرص انه للزواج او المهم عقد قران، زواج، حفل خطوبه، حفل زواج، ايا كان. ودائما هذا الامر اتمنى يكون قبل النصف الثاني من شهر يوليوز. فرصة ذهبية للزواج، فرصة ذهبية للخطوبة. لكن إذا جاتكم أنه يجب أن يكون الزواج أو الخطوبة أو إعلان الخطوبة أو توقيع عقد قران يوم 18، فأجلوا إلى 12/8. لا تعملوا أي شيء في النصف الأول، لا في النصف، أقصد في النصف الثاني من شهر يوليوز، ولا تعملوا أي شيء في النصف الأول من شهر غشت، تقريبا شهر. يعني أبعدوا عن الشر وغنوا أحسن لكم والله العظيم، لأنكم ستندمون بعد ذلك. لأن هنا في النصف الثاني ممكن تكون تحذيرات، بمعنى محتمل تكون مشاكل في علاقة. مثلا شوفوا النصف الأول سيكون جميل والعلاقات كلها، ولكن في النصف الثاني غتمروا بواحد الامتحان في العلاقة، فكونوا صبورين. اختاروا صح في النصف الأول حتى ما تندموا في النصف الثاني. فتقدر تكون مواجهات بينكم وبين عائلتكم، بينكم وبين أحبائكم، بينكم وبين أشقائكم. هذا هو عطارد، هكذا يختبركم عطارد. فممكن تكون خلافات، ممكن تكون قرارات هنا متسرعة أو مشاكل بينكم وبين العائلة، بينكم وبين الأحبة. خاف عليكم بعد ما كنتم تزوجتم وقررتم وعملتم خطوبة وقراءة فاتحة والنصف الأول، فالنصف الثاني كل شيء ممكن ينقلب إلى ما مسكتوا أعصابكم. ولكن اختاروا صح النصف الأول، جبوا أن تختاروا أشخاص صح، ماشي تختاروا أي شخص وتزوجوا به أو ترتبطوا في الآخر تقولوا يا فهمتوني. فهنا كيقول لك غير فقط اختاروا صح، ما كاين حتى شي حاجة خايبة، فقط اختاروا صح وكونوا هادئين. ونصف الثاني عشان نقول لك ارتاحوا، هذا هو الأهم. ما تدخلوش في نقاشات حادة، كونوا عقلانيين. مهم هادشي. يعني كاينه فرص قويه لارتباط النصف الاول، فرص قويه لارتباط وزواج مفاجئ. ممكن هكذا يعني واحد يجي يتقدم بشكل مفاجئ، يكون ارتباط مفاجئه. ف ان شاء الله تكون الامور جيده، يعني فرص ارتباط، فرص زواج، يعني فرص صراحه امور كثيره جميله جدا عندكم. غير فقط التحذير من النصف الثاني من الشهر، النصف الثاني من الشهر وحتى النصف الأول من شهر 8. كونوا حذرين، كونوا متعقلين باش حتى الأمور تكون جيدة إن شاء الله. وشكرا لكم.